زي ما اتكلمنا عن انواع اجتماعات مش صحيه وما بتجيبش نتائج في البيزنس، يعني هنتكلم عن الاجتماعات الفعاله، ما هو برضو مش هنسدها في وشك. اقول لك على حاجه، هات تراب وتفني، يلا حط صباره كده وخلص. البرودكتيف ميتنجز، ازاي اخلي اجتماعاتي فعاله؟ زي ما قلنا في اجتماعات دوريه لمتابعه الاداء، دي لازم يتعمل لها كالندر ثابته وتتبعت لكل اللي هيحضروا من اول السنه، كل واحد هيحضر الاجتماع عارف ميعاده امتى ومفضي نفسه ليه. نعمل طريقه موحده للعرض واكيد فيها مساحه للانيشيتيفز والافكار الجديده، وعشان نستفيد كلنا من اي اجتماع، واحد من اللي بيحضروا الاجتماع وليكن اصغرهم مسؤول عن تسجيل المينتس اوف ميتنج، محضر الاجتماع، لان في الاجتماع الجاي محضر الاجتماع اللي قبله هو اول حاجه بتتعرض. عدد الحضور محدد على الاشخاص اللي لهم علاقه بالحضور، ولو كل واحد بيعرض شغله متحدد له وقت، حتى لو هنستخدم ستوب واتش. مده الاجتماع محدده من قبلها، ولو اضطرينا نزود ما يكونش اكتر من 10% من المده الاساسيه. خلي دايما جزء من اجتماعك مع التيم لتنميه مهارات، حد قرا كتاب مثلا وبيلخصه فالكل يستفيد. اهلا وسهلا استاذ شريف. نعم حبيبي، هديتك. شكرا حبيبي، كلك ذوق. لازم واحنا بننهي اجتماعنا نتفق على اولوياتنا الفتره الجايه وما يزيدوش عن 3 حاجات، وبكده نبقى عملنا اجتماع كلنا استفدنا منه. يلا توكلنا على الله.